فوق البراق وصلى في ثالث الحرمين ليلة الاثنان ورقى مع جبريل في معراجه حتى رأى نور العظيم الديان اللهم من ناداه وعنا وصاه شفيعنا من حمها والنيران. يقول شاعر استمد الهامة من خالقه في منطقه والقيفان بالموهبة والحكمة الفطرية أبدعت في شعري وعمري عامان لهاجسي بحر بجدره والمد يطلع من الأعماق لولو مرجان ولا قرابة طال ما أنا من قوم للعرف والمعروف والجود كيان والشعر موروثا لنا ومداول جيلا ورا جيلا وناله عنوان من الزرعة أرض الإباء والعزة من السعيدة أرض تبع حسان من مارب أرض الجنتين الخضراء من حمير من سيزن من قحطان من عرش بلقين من معين وسبع من رام ذات المجد من ذريدان من سام صنعاء من عدن من صعدة من المقلع من زمار من عمران باسم اليمن وشعبها وجيشها والقائد أنقل تعازينا وجمع الأحزان إلى المملكة وإلى الملك وأخوانه أهل الجلالة والسمو والسلطان ونعزي الشعب السعودي والجيش وكل مسلم في جميع الأوطان على فقيد الأمة العربية فهد الذي فقدانه أكبر خسران من كان للإسلام وأهله ذخرا مشهود له مجدا وجودا وحنان نسأل من الله أن يقدس روحه في جنة الفردوس مع أهل الإحسان. يا أسرة تاريخها يحكيها أساسها واثق حصين الأركان رحلة مع التاريخ واستجوابه عن العقود الماضية وبما كان سحاب غيث المملكة آل سعود برز الملك عبد العزيز وله شان الفارس اللي قادها وحكمها بشجاعة الحمزة وحكمة لقمان رفع شعار المملكة خفاقا ونال عزه بالولا للرحمن سيفان ونخله سيف تجلى لا إله إلا الله شعار يحجب كل عين وشيطان أفضل شعار معتمد في العالم من يوم تعلى في سماه إلى الآن وبايا سود حتى قيام الساعة بحماية الله رغم عنف العدوان وحد بها الشعب السعودي وحكم بالشرع والسنة عدالة ميزان ومع العرب وقع وثيقة عهده وبنى العلاقة في جميع البلدان وفتح كنوز المملكة واستخرج ثرواتها والنفط واروى العطشان بكفه الطاهر عليه الرحمة وسكنه ربه جنان الرضوان بعده سعود اللي حكم في عهده وفعل مجهوده وقدر الإمكان وأتى الملك فيصل زعيم الأمة رسم لها الخطة وحط العمدان عقب الملك خالد بعهد طيب بنى وطورها وشاد البنيان حتى أتى الفاد الشجاع الصامد رمز السلام مع أصدقاء والجيران في عهده الميمون بعد بلاده تقدم الراقي وعدل وأمان مد الجسور والقى الخبوت مزارع والعلم والطب الحديث المجان هذا ابن التاريخ عنهم لخص المخلصين لشعبهم والأوطان المحسنين الصادقين الأبرار الأوفياء لهم الثناء والعرفان واسكنهم على منزله في الفردوس بفضل طه والقلم والفرقان والآن يرضى المملكة بشراكي بكوكب المريخ ذي نور هبان لاحت فروق الخير فليهناكي عيش الرخاء والسعد والاطمئنان قود المسيرة يا الملك عبد الله يا فارس تخشاه كل العدوان وسير بالشعب السعودي قدما إلى الأمام يا فخر كل العربان شعبك محبك بايعك مخلص لك معاهدك يا شوكته والميزان والكل واثق فيك يا أبو متعب يا صادق العهد الذي ما يختان تعيش للدين الحنيف عمادا وعاش ولي العهد الأمين سلطان وجه الخير أطالب عمره وعاش عملاق المعالي سلمان واسمه وزير الداخلية نايف يعيشن براسا وصمام أمان وعاش الأمير أحمد وعاشوا بني عبد العزيز جميعا خدام للحرمين وقاده فرسان فخر العروبة والعرب والإسلام أنت
أنتم يا أبطال رواد الفضاء، أنتم يا أبطال رواد الفضاء والربان، دمتم مدام الخير فيكم دايم، في أرض تنبض كل فاسد خوان، في أرض تنبض كل فاسد خوان، وتنبض الإرهابيين والإرهاب، ومن تمسك في حبال الشيطان ما له به استقرار، ما تستر هذا المغرر به ضعيف الإيمان، إذ لم يتوب مستثنى المتعنب لا بد يلقى مصرعه مهما كان بلد حماها جيشها وعتاده البرية والبحرية والطيران، وشعبها الشعب الأبي الراقي، وأما المتيقظين الشجعان والمعمية بالله رب الكعبة من الحاقدين والطامعين الطغيان. مرسى الطهارة موطنك الحرمين، مرسى الطهارة موطنك الحرمين، ما بطل وحي الشريف والقرآن أرض لها شوق وحبا يجري مع شرايين الكبد والوجدان، أرض النبوة حيث حل محمد ومنبر الإسلام نور الأعيان، العدل فيها سائدا وموجر وعزة الإنسانية، والإنسان لا يمكن الإنسان فيها يظلم بحكمها العادل وصدق الإيمان، حكامها من طبقوا شرع الله وسنة المختار عبر الأزمان، لهم اصطفاها الله أرض الخيرات والله اصطفاهم يحكموها بتقان، وأوضعهم البيت العتق ومنهم أهل الأمانة والوفاء والإحسان. يا من علاقتنا بكم أخوية والأوس والخزرج دليل وبرهان، والمقترب منا هنا ليس غريب في موطنه بين نصرته والأخوان. نعم لنا الأولوية في العمل والهجرة، ما هيش للهندي ولا للبنغال، لنا الأولوية في العمل والهجرة ما هيش للهندي ولا للبنغال. نعم لنا الأولوية في العمل والهجرة ما هيش للهندي ولا للبنغال، يشهد لنا تاريخنا الجغرافي، يشهد لنا تاريخنا الجغرافي وديننا الإسلام خير الأديان، صنع الرياض وحضرموت الدمام وتعز حايل والمكلا الظهران وجدة عدن وتبك زمار وينبع وأدهى إب وأبي النجران والخرج حجة والقصيم سقطرة والطائف المهرة ومارب جيزان، تراثنا عاداتنا وجنة ضميرنا والدم ذي في الشريان واحد، ونحن في الشدائد واحد مهما تعبنا وكان الهجران، إن اليمن والمملكة من دون شك قلبان في جسد حملهما إنسان. تراثنا عاداتنا والجنة ضميرنا والدم ذي في الشريان واحد، ونحن في الشدائد واحد مهما تباعدنا وكان الهجران، إن اليمن والمملكة من دون شك قلبان في جسد حملهما إنسان، وختمها ذكر النبي وآله ما غرد الشحرور روس الأغصان، من زف به فوق البراق وصلى في ثالث الحرمين ليلة الاثنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الخطبة السياسية. من السياسية الدينية نبرة الدمار. والله وش اسمك؟ فتحي أحمد الأبراهيم. ونعم وش أمر عليه؟ وش تطلب؟ ما أطلب من العم شكرا. لا ولو لازم وش بنهدي لك؟ لازم هذيك سيارة؟ خليها على كرم الأمين. على كرم الأمين. سيارة؟ فتحي. شرعها براتب يا سمو العلي. ها؟ شكرا أسكت. قرر له راتب. حاضر. راتبك شهريا؟ كلها شكرا. مرتب شهري. بارك الله فيك يا سمو العلي. الله يبارك فيك. يا محمد. شوف خلوا محيس مو من عندكم انتم. ايه من هذه المرتبة الشهرية 5000 ان شاء الله. وصلوا سيارة بوكس جي ام سي ان شاء الله. ارسلتوا له طبعا ارسلتوا له 50,000 عن طريق السفينة. طيب ليلة القدر بالنسبة عجيب.